اهلا بيكم في كايرو جاردن. النهارده هاخدكم في جوله في البلكونه بتاعتي. هحاول اعمل ده مره كل فتره كده علشان اقول لكم الابديتس ايه في البلكونه. احنا في شهر مارس. آم، في شهر مارس المفروض نبدا زراعه الحاجه، والمفروض لو زارع حاجه تبدا تطلع زهور دلوقتي. اللي انتم شايفينها قدامكم دي اسمها نسترشم بالانجليزي، ما اعرفش بالعربي بصراحه اسمها ايه. النسترشم دي ممتازة. النسترشم دي مش بتحتاج عناية كبيرة، زي ما انتم شايفين بتطلع ورد جميل جدا. بالعربي تقريبا اسمها ابو خنجر. وردة زرعة ممتازة ومش بتحتاج عناية كبيرة. انا عاملها هنا في شالية اهو معلقة. عندي برضو شالية تانية معلقة حاطط فيها ريحان، برضو جميلة وممتازة. مشكلة الشاليات اللي هي الفخار دي ان هي بتحتاج مية كتير، لان الفخار نفسه بيسحب ميه يعني، فبيأثر على الزرعه نفسها. هنا عندي الطماطم. دلوقتي هي يمكن دي الحاجه الوحيده اللي شغاله كويس قوي عندي في البلكونه لغايه لما بقيه الزرع الصغير بتاعي يكبر. ده نوع تشيري، طماطم تشيري توماتو. زي ما انتم شايفين هنا مطلعه طماطم كويس قوي يعني. هي ممتازه بصراحه. النوع ده اسمه سويت ميليون. بتطلع ورد كتير جدا وبتطلع طماطم كتير برضو، زي ما انتم شايفين اهي مطلعه طماطم كتير قوي. ساعات طبعا انا بقص بقى، لما بتطلع بقى زي ما انتم شايفين كده زرع كتير، بقص الحاجات اللي هي طالعه اللي زي دي كده. دي اسمها سكرز ديت، يعني زي نبته جديده طالعه. دي لما تكبر شويه ممكن بتقصها او بتشيلها كده زي ما هي كده. اما بتكبر يعني مثلا في، انا بحب يعني زي الحجم ده كده مثلا، او قبله بشويه طبعا يعني نص دي كده مثلا. بشيل منه الزهور وبحطه في شاليه لوحده زي هنا كده. وبيبقى ممتاز، بيطلع زرعة تانية نفس النوع طبق الأصل، مفيهوش أي مشاكل. هنا حاطط بذور عباد شمس، بدأت تطلع يعني اهي، بس لسه طبعا قدامها شوية. وهنا حاطط بذور كتير وطبعا لسه ما طلعتش. عندي هنا بقدونس برضو لسه بذرة، لسه بيطلع. آه، دي بصيلة بتاعت وردة في الطينة. دي بذور طماطم طالعة اهي. عندي هنا بذور شبت برضو طالعة مفيهاش مشكلة. وهنا برضو حاطط فيه بذور عباد شمس لسه مطلعتش. عندي هنا جهنمية كانت ماتت في الشتاء، دلوقتي هي بدأت تطلع أوراق. فممتازة. هنا كنت عملت فيديو قبل كده عن زراعة الزهور من البصيلات. هنا أنا حاطط البصيلات في مية وماشية كويس جدا يعني. برشح لو حد عنده بصيلات أو جاب بصيلات بتاعة ورود يجرب يزرعها في المية، هتطلع له وردة وبأقل مجهود. يعني برضو عايز اوريكم المنظر هنا. دي تقريبا بقالها شهر كده، بصوا الجذور ممتازة. مش حاطط هنا غير مية، وحاطط برضو شوية طوب علشان اقدر اثبت زي زلط كده علشان اقدر اثبت الزرع عليها. ده هنا فجل احمر. ده هنا سبانخ، بس طبعا طلعت كلها بقت بذور. معرفش العيب ده من نوع السبانخ ولا من الجو، بس عامة البذور مش هتضرني في حاجة يعني كويسة. ده حاجة اسمها ووتر كريس.
حاجه كده عامله زي زي الجرجير والبقدونس. ده كان كرنبيط، بس هنا ده ازهر خلاص فهيطلع ورد، يعني هيطلع بذور، يمكن عشان الجو بقى حر شويه فعشان كده. دي هنا لسه هي زرعه صغيره كرنبيط برضو. دي انا حاططها بعيد عن الشمس فهي لسه ما طلعتش ورود، فدي معناها ان هي ماشيه كويس. كل الشاليات الفاضيه دي انا حاطط فيها بذور. دي ورده برضو بس هي لسه بتطلع، جميله جدا، بتفرش كده على على الشاليه، كانت موجوده يعني بس لسه هتطلع تاني. وده زرعه ممتازه جدا، شكلها رائع. بس هو ده اللي موجود في الجنينه بتاعتي دلوقتي. وعندي هنا ياسمين برضو بدأت تطلع ورد. جميلة جدا وبتطلع تطلع على الخشب. بس وهو ده البلكونة في مارس. عندي هنا نباتات ظل زي البوتس، والنباتات دي برضو نباتات ظل، فيها برضو نموات جديدة شغالة كويس يعني ما فيهاش مشكلة. دي بتطلع في الظل. بس وده كان الابديت بتاع مارس. ان شاء الله في شهر ابريل هعمل برضو ابديت زي ده كده كل شهر عشان اعرفكم ايه الجديد عندي في البلكونه. ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان اي فيديو جديد او اي حاجه جديده اوريها لكم، او اي فيديو جديد يوصلك على طول. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. شكرا واشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن.